في ناس ما تعودتش تشكر. الشكر دي حاجة تقيلة عليهم بالنسبة لهم، بيقلقوا يشكروا، بيستخسروا. هم نفس الناس اللي متعودة تاخد أكتر ما بتدي. هم نفس الناس اللي بيشوفوا عطائك حق مكتسب ليهم وواجب عليك، وبيشوفوا واجباتهم فضل منهم وعطاء كبير، وأقل حاجة يعملوها يحسوا إنها إنجاز كبير. هم نفس الناس اللي لو فكرتهم باللي بتعمله يتهموك إنك بتعايرهم ويقلبوا عليك الترابيزة. هم نفس الناس اللي هتلاقيهم بيطلعوا الكلمة الحلوة بصعوبة، وهم نفس الناس اللي لما بيحسبوا كل حاجة بتكون حسب مصلحتهم وبس. ولو واجهتهم بأي حاجة من الكلام ده هيتهموك إنك ما بتقدرش ولا بتشكر. الفكرة إن في نفوس بتكون تصنيفها إنها نفس شحيحة. قال تعالى: وأحضرت النفس الشح. النفوس درجات، من الأمارة بالسوء للمطمئنة. وكل ما كانت مركزية الإنسان هي ربنا كل ما قرب للطمأنينة، وكل ما كانت مركزيته نفسه كل ما قرب للأمارة بالسوء. فالنفس الشحيحة هي نفس أصلا بتكون مشغولة بنفسها ومنتظرة إن الآخرين يكون مركزيتهم ومحور اهتمامهم هم، وبيعملوا ده بتلقائية، وبيشوفوك برضه مقصر لو ما عملتش ده، ولو عملته فبالنسبة لهم هيكون عادي، وبالنسبة لهم هيكون هو ده الطبيعي. النفوس دي التعامل معاها عمره ما كان بالتوجيه والتغيير المباشر والنقاشات والمنطق والإقناع. النفوس دي بتتروض بترويض النفس بالقرب من ربنا، بالفهم اللي يوصل لحقائق فيغير من القلب. فالمركزية بيحصل لها إحلال وتبديل من النفس لله، لكن ده عايز قرار منهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنقاشات ومحاولات التغيير هتهدر فيها طاقتك وهيوجعك ردود أفعالهم أكتر، فما تطالبهمش ولا تنتظر منهم شكر أو تقدير أو حتى عطاء. النفس دي لو في حياتك فهي هتكون ابتلاء، دورك انت ناحيته حاجة من الاتنين: يا صبر جميل يا هجر جميل، حسب قدراتك واختياراتك، وربنا هيعوضك وهيرضيك بطريقته. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. دمتم بخير.